السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم الدجاج معمر بالمايونيز ولا داند فومي والشامبينيون. كيجي رائع ولذيذ. كنتمنى انكم تجربوا الوصفة وتردوا عليا في التعاليق. نحتاجو في المقادير بصلة كبيرة مشلضة او لا جوج صغار، المعدنوس، شامبينيون، لا داند فومي، الابزار والملح والبسيبيسه والشعريه الصينيه والمايونيز. ناخذوا الاناء اللي غادي نخلطوا فيه لا ماريناد باش نشرملو الدجاج. غادي نوضعوا في الاول المايونيز. عندي هنايا نعطيكم المقدار ديال جوج دجاجات، يعني جوج معالق كبار ديال المايونيز، معلقه في كل دجاجه. هنا انا ما دخلتليش المعلقه الكبيره، عبرت بالصغيره، يعني مقدار ديال 4 المعالق صغار، معلقه صغيره ديال الابزار وراس معلقه ديال البسيبيسه والملح بالنسبه لكل دجاجه. انا كنعطيكم المقدار ديال الدجاجه. كنخلطوا هاد العناصر وكنشرملو بهم الدجاج ديالنا. كناخدو الدجاج بعد ما غسلناه وسقطرناه مزيان، وكنشرملوه بهاد الخلطه هادي. كنحاولوا ندخلو فيه هاد لا ماريناد مزيان تحت الجلده وفي الجوانب، وكذلك كنوضعو ثقوب هنا في الصدر بهاد الطريقه هادي او بسكين، وكنحاولوا ندخلو هاد الخلطه هادي باش الصدر كيتشرب لينا المايونيز. نفس الطريقه غادي نشرملو الدجاجه الثانيه. من بعد كنخليوهم يرتاحوا واحد مده ديال ساعتين، عاد غادي نعمروهم. نمروا نوجدوا الحشوه اللي غادي نعمروا بها الدجاج. ناخذوا مقله ونوضعوا فيها معلقه كبيره ديال الزبده. هاد الزبده هي اللي نشحروا فيها باقي المكونات، البصله والشامبينيون ولا داند فومي. في الاول كنوضعوا البصله، كنضيفوا ليها نفس التوابل اللي شرملنا بهم الدجاج، الملح والبسيبيسه ومعلقه صغيره ديال الابزار ما عمراش. كذلك كنضيفوا الهريسه، كتبقى اختياريه، هي كتعطي المذاق. كنزيد نضيفوا شامبينيون. انا هنا وضعت شامبينيون ديال البواطه، ممكن ديروا الطري. كذلك وضعت لدان فيمي قطعته على هذا الشكل هذا وكنخلط. من بعد غادي نضيف المعدنوس. انا ندير القزبر والمعدنوس مخلطين. مقطعين مع جوج ريوس ديال الثومه.
راس ديال الثومه بالنسبه لكل دجاجه. من بعد غادي نضيف معلقه ديال المايونيز، معلقه كبيره. ممكن الا بقات لكم ديك لافارس ديال الدجاج كنضيفوها، انا هنا ما بقاتليش شملت بها كامله. كنضيف معلقه كبيره ديال المايونيز. هاد الخليط ممكن نعمرو به البريوات ولي سيجار، كما غتلاحظوا في الاخير انا غادي نوضعو بجانب الدجاج. داكشي اللي بقى لي غادي نعمر به لي سيجار، كيجيو لذاذ. هنا ضفت الهريسه، من بعد غنضيف الشعريه الصينيه اللي رطبتها في الماء بارد وقطعتها. ما ديروهاش في الماء سخون، هي الماء بارد باش ما تعجنش ليكم وتتبقى باينه في التعميره. في هذه اللحظه انا طفيت البوطه، يعني كنخلي الشعريه غير تشرب ليا مع هاد الخليط، نخليها تبرد باش نعمر بها. من بعد ما برد لي الخليط غادي نعمر به الدجاج بهذه الطريقه هذه. كنعمرو مزيان، كنعمرو حتى في الجناب تحت الجلده في جهه الفخذين. يعني هاد الخلطه واخا نعمرو الدجاجه مزيان ما تخافوش منها غطرطق، لان ما فيهاش الرز. الرز هو اللي ما خاصناش نعمرو الدجاجه بزاف. اما هاد الخلطه يعني ما فيها حتى شي حاجه اللي غتزيد تنفخ صافي. وكنعقدوا الدجاجه بهذا الشكل هذا. كنمروا باش نصاوبوا الدجاجه الثانيه. من بعد ما عمرناهم ممكن نخليوهم يباتوا ليله كامله باش تشربوا لنا الشرموله. من بعد كنصيفطوهم للفران. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديال اليوم. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. يا ليلى وصلت على نبي